احلى مسا على اخواتي وحبايبي، عاملين يا رب كلكم تبقوا بخير. تاني لقب لكولر مع نادي الاهلي، واول لقب للمعلم وافضل خط وسط المعلم مروان عطيه. حاجات جديده وهنتكلم في كل تفاصيل واهم احداث المباراه. خليك معانا لغايه النهايه ويلا بينا على الفيديو. احلى مسا على اخواتي وحبايبي، يا رب كلكم تبقوا بخير. وزي ما اعتدنا قبل اي حاجه، صلي على سيدنا محمد. وبعد صلاه على سيدنا محمد لو بتتفرج على الفيديو وقت الصلاه اقفل الفيديو وروح صلي، وبعد كده تعالى اتفرج على الفيديو. معلش عندي برد ولسه دور البرد ما طلعش من عندي. اول حاجه الف الف مبروك للمارد الاحمر. تاني حاجه عدد الجماهير، وسمح بدخول عدد الجماهير لاي مباراه في نادي الاهلي. فانا زي ما قلت قبل كده في ماتش الهلال، فهو هيكون رقم واحد بسبب المكسب لنادي الاهلي. هو هيكون رقم واحد بسبب مكسب نادي الاهلي. تملي السر بيكون في الجماهير. تملي السر بيكون في الجماهير. والله تملي السر بيكون في الجماهير. نادي الاهلي وجماهير نادي الاهلي خلال 100 125 دقيقة يعتبر لعب، هم واقفين على رجليهم بيهتفوا ويشجعوا وناس استسلام. وبجد النادي الاهلي قدر يكون عند ظن حسنهم فيه، وقدر ياخد البطولة بشكل هايل. عندي بس تعليق صغير خارج عن اي حاجة. مروان عطية بالاداء اللي بيعمله ده، انا كعلي اقول له انت تلعب اساسي في منتخب مصر، ولا تقول لي بقى امام عاشور، ولا تقول لي اي حد. مروان عطيه تاني افضل لاعب شفته من فتره كبيره بعد طارق حامد بيعرف يستخلص الكوره بشكل سهل، بشكل على طول يستخلص الكوره، على طول يستخلص الكورة. بعد طارق حامد على طول هو رقم اثنين. يعني طارق حامد هو، بعد كده امام عاشور، بعد كده محمود حماده بالمنظر ده. انما مروان عطيه عامل اداء فوق 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 فوق. بأمانة مصدوم من أدائك، عامل أداء هايل يا مروان عطية، هايل جدا جدا جدا. تاني تاني حاجة، ماتش كان هايل من النادي الأهلي. شفنا ضغط عالي، شفنا كل حاجة، شفنا ستايل كان جامد، تكتيك كان شكله حلو جدا من كولر. شفنا بس غلطه واحده بدات من عند باتشيكو مدرب نادي بيراميدز، ان هو بدا المباراه بدون راس حرب صريح، كان بيلعب حراس حرب وهمي، ودي خلته بص يفصل قوه هجومه تضيع، بمعنى الكلمه قوه هجومه تضيع. شفنا شكل مميز جدا من النادي الاهلي. شفنا جون لمحمود، شفنا جون لنادي نادي، انا اسف على الكحه كتير والله بس غصب عني. شفنا جول بتاع نادي بيراميدز في الدقيقه 72، جول وليد الكارتي. بعديها بقى في الدقيقه 72 الاهلي يلا يابا احنا لسه هنتكلم كتير، خش اديله. محمود كهربا سجل الهدف في الدقيقه 74 بعد ما سجلوا الهدف بدقيقتين، هو كان راضي في الهدف الثاني. بعد كده شفنا حمدي فتحي سجل الجول في نهايه الاكسترا تايم الثالث، اللي هو الشوط الثالث. سجل الجول في نهايته في الدقيقه 5، يعتبر في الدقيقه 105 حمدي فتحي سجل الهدف. شفنا طرد محمد عبد المنعم في الدقيقه 117، وطرد محمد عبد المنعم دوت هيخليه يغيب عن كاس مصر الجديد اللي المفروض هيتلعب، بس مش هيغيب عن السوبر المصري. يعني هو في سوبر مصر هيتلعب بين الزمالك والاهلي، بطل الدوري وبطل الكاس. هو لا هيكون موجود ومش هيغيب عن المباراه دي، لا هو هيغيب عن المباريات اللي جايه، 3 مباريات اللي جايين في كاس مصر الجديد. شفنا اداء هايل من النادي الاهلي. خلينا نقول التشكيله اللي بدا بيها كولر. بادئ الماتش بتشكيله كل من محمد الشناوي وهاني وعلي معلول ورامي ربيعه ومحمد عبد المنعم. وخط الوسط كان بادئ بالسوليه ومعلم المعلمين مروان عطيه وحمدي فتحي، وكان بادئ في الثلاثي كهربا والشحات وبيرسي تاو. بيرسي تاو اداؤه الماتش ده كان زي الزفت، زي الزفت جدا جدا جدا. كان اداؤه منخفض قوي 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 قوي. انت كنت مقدم مباراه جامده، مش عارف ايه اللي نزل مستواك مره واحده كده في المباراه دي. حسين الشحات كان عامل اداء فوق 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 الهايل، هو وكهربا ومروان عطيه اكيد بلا منازع. فلو كان المباراه دي فيها راجل المباراه وفيها احسن لاعب في المباراه كنت هديها لمروان عطيه بلا
مدافع ولا اي حاجه، هو رقم واحد اكيد. مروان عطيه ده جوه الملعب ماليش دعوه بالجماهير، والجماهير بره الملعب هي رقم واحد اكيد. شفنا تبديل اضطراري كان النادي الاهلي في الدقيقه 22 اصابه رامي ربيعه، والف الف سلام عليكم ان شاء الله تقولي اصابه خفيفه وتقدر ترجع للملاعب بشكل اقوى. انا مش عارف اقول لك انت حظك تملي كام على الاصابات، بس شفنا زي ما قلنا اداء كان جامد جدا من النادي الاهلي، شكل هايل من مروان عطيه، شكل كان جميل جدا من كولر. وللعلم دي تاني بطوله لكولر مع النادي الاهلي، واول بطوله لمروان عطيه مع النادي الاهلي. وقلنا كل حاجه. يا رب فيديو النهارده لو عجبك ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب. يلا سلام.